هعمل معاكم النهارده بقى الجمبري في الكيس الحراري. خطير، ما بياخدش وقت خالص، سهل جدا، اي حد ممكن يعمله وهيطلع معاكم زي الجاهز بالظبط. معايا بقى كيلو جمبري بقشره كده، شلت بقى الحبل الرملي بتاعه بالخله بكل سهوله زي ما انتم ما شايفين كده. وبعد كده بحطه بقى في شويه من الميه ومعلقتين من الدقيق، وبسيبه 10 دقايق، وبعد كده بغسله كويس جدا وبسيبه يتصفى. بعد كده بجيب بقى طبق وبحط فيه معلقه من الكمون، معلقه صغيره، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ونص معلقه من الشطه، ونص معلقه من البابريكا. وهنزل كمان بنص معلقه من الملح لان الجمبري مش بيحب الملح الكتير. وبنزل عليه كمان ب10 فصوص من الثوم المهروس كويس جدا. ومعايا بقى عصير ليمون، هنزل بس بليمونه كبيره كده. وبعد كده بقلب بقى كل تتبيله مع بعض وبنزلهم على الجمبري بعد ما اكون مصفياه كويس، علشان التتبيله تمسك في الجمبري كده ويبقى ليه طعم. قلبته بقى مع بعض كده وهسيبه بقى نص ساعه. الجمبري مش بيتحط في التتبيله كتير، يا دوبك هما نص ساعه. هبتدي بقى ان انا احضر الخلطه بتاعتي. معايا طاسه هنزل بقى بربع فنجان من الزيت، ومعايا قطعه زبده كده قد معلقتين صغيرين. هسيبهم بقى يسيحوا كده مع بعض ويسخنوا كويس. هنزل عليهم ب3 فصوص من الثوم، هشوحهم كده تشويحه بسيطه خالص كده، يا دوبك بس يعني يصفروا كده. هنزل عليهم بقى ببصلايه مقطعاها شرايح رفيعه. معايا بقى طماطم شيري، لو مش متوفره بنجيب طماطم عاديه ونقطعها مكعبات صغيره، وقرنين من الفلفل الحامي. ونزلت كمان بمعلقتين من معجون الصلصه وربع فنجان من الميه. هسيبهم بقى كده على النار ياخدوا كده غلوتين مع بعض. هكون محضره بقى صينيه للفرن، احط فيها كيس حراري، واكون مولعه الفرن على درجه حراره 200، عايزين درجه حراره عاليه. وابتدي بقى ان انا احط بقى الجمبري. وكان معايا كمان بقى ذره حلوه سلقتها 3/4 سلقه كده. مش قادره اقول لكم طعم الذره مع الجمبري طعمه حلو ازاي، طعمه خطير، وبياخد كده من الصوص ومن طعم الجمبري، بيبقى ليه تيست عالي قوي. بنزل بقى كده بشويه من الخلطه، وابتدي ان انا انزل تاني بالجمبري والذره وخلطه تاني. طبعا لو حابين تختصروا بقى الخطوه دي كلها في طبق كبير بره، نحط الجمبري والذره والخلطه كلها على بعض ونقلبهم تقليبه، وبعد كده نحطهم في الكيس، اكيد هيكون افضل. اهم حاجه بس ان احنا ما نقلبهوش جوه الكيس، يا اما نقلبه بره يا اما نعمله زي ما انا ما عملته كده، علشان بس الكيس ما يتقطعش معانا ونحتفظ بالصوص جوه الكيس. هقفله بقى، وطبعا اكون مولعه الفرن على درجه حراره 200، ويكون طبعا قبلها بربع ساعه. احنا عايزين الفرن يكون سخن كويس قوي. هقفله كويس وبخله كده هفتح فتحات بسيطه عشان الكيس ما يفرقعش جوه الفرن. وبدخله بقى بيقعد معايا نص ساعه. اهم حاجه ما نسيبوش في الفرن اكتر من الوقت اللازم، لان الجمبري ما بياخدش وقت كتير في السوا. بخرجه بقى، مش قادره اقول لكم ريحته عامله ازاي وطعمه خطير بجد. بيتقدم جنبه بقى سلطه خضراء او سلطه طحينه او صوصات الجمبري، او جنبه كمان رز صياديه. جربوا بقى الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم، وبالف هنا. ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.